محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية من مواليد مدينة بسيون عام 1992. وفي أواخر القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين ترعرع محمد صلاح في ظل ظروف مادية صعبة، لكنه لم يستسلم. بدأ محمد صلاح حياته الكروية في نادي المقاولون العرب، وبعدها انتقل مباشرة إلى أوروبا للانضمام إلى فريق بازل السويسري. وبعدها تنقل محمد صلاح بين عدة أندية إيطالية وإنجليزية قبل أن يحط الرحال في فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تألق في صفوفه خلال موسمه الأول، متصدرا لائحة هداف الدوري الإنجليزي خلال مرحلة الذهاب. يشتهر محمد صلاح بحبه للأعمال الخيرية ودفع الأموال في سبيل عدد كبير من المشاريع الخيرية، كما شارك في حملات توعية للتنبيه إلى الأخطار الكبيرة لتعاطي المخدرات. الحياة فيها حاجات كتيرة حلوة تستاهل إنك تعيش عشانها. اختار الحياة، ما تستسلمش، أنت أقوى من المخدرات. يطلق عليه الجماهير لقب الفرعون المصري. قصة نجاح محمد صلاح هي بلا شك من أفضل القصص عن الإصرار والالتزام والاجتهاد والتحلي بالأمل، والتي انتهت بأفضل نهاية يتمناها أي شخص في حياته: نجاح ساحق.